السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في قناة وصفات ومعلومات. يا رب تكونوا بخير جميعا وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله يا بنات أنا جايبه لكم ماسك حلو جدا جدا للبشرة، خصوصا البشرة الجافة. بيرطبها وبيطريها وبيخليها ناعمة ومشرقة، حلو جدا. طبعا كلنا عارفين الماسك بتاعنا النهارده ماسك الكركم، كلنا عارفين فوائد ماسك الكركم للبشرة. بيخلي البشرة كده يعني مترطبة وطرية وناعمة وحلوة جدا، خالية من الشحوب اللي في الوش. عايزة اقول لكم كده يا بنات، عندنا نص معلقة كركم، وكلنا عارفين فوائد الكركم حلو جدا للبشرة. اول حاجة مضاد جدا للأكسدة، يعني بيعالج بيخلي البشرة متجددة، وكمان بينعم الوش قوي وبيرطب البشرة الجافة جدا. بيعالج حب الشباب وبيعالج الاحمرار اللي في الوش بسبب الحر. وكمان هناخد كمان معلقة كبيرة من الزبادي، اي نوع زبادي في الطبيعي او اللي هو اللي بيبقى في العلب كده. هاخد معلقة كبيرة من الزبادي. وطبعا الزبادي حلو جدا للبشرة، بيحافظ على رطوبة البشرة وندوتها، بيرطبها بشكل كبير جدا جدا، وبينعمها وبيطريها وبيزيل الاثار، يعني بيحارب الشيخوخة، وبيخلي البشرة حيوية ولونها فاتح. هاخد كمان معلقة كبيرة من العسل. هخلط بقى العسل مع الزبادي مع النص معلقة الكركم، وبخلطهم كويس قوي مع بعض. بعد كده ببدأ افردهم على وشي كويس قوي، وبخلي الماسك ده على وش الزبادي والعسل والكركم لحد ما احس كده ان هو نشف من على وشي. ابدأ اقشره، وبعد كده بغسل بشرتي بمية دافية، وبرطبها باي كريم مرطب او امسحه كده بمسحة مية ورد. بيخلي البشرة حلوة جدا جدا. هتحس ان انت بشرتك طرية وناعمة، ما فيهاش خطوط رفيعة، لان الكركم بيعالج الخطوط الرفيعة اللي في الوش. وتحس كده ان وشك مشرق وبشرتك مترطبة وما فيهاش اي جفاف، سواء بسبب الصيام او الحر. ان شاء الله يا بنات الماسك ده نجرب نعمله 3 مرات في الاسبوع، وهتحسي ان بشرتك ناعمة وجميلة، وهتستفيدي منه جدا. لازم تستمري عليه ان شاء الله. ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا معايا في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.